السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، سواء انت في ستة ابتدائي، تالتة اعدادي، تالتة ثانوي، او طالب في اي مرحلة، بص معايا الفكرة دي كده. احمد اللبن يشرب، اللبن يشرب احمد، احمد يشرب اللبن. مين فيهم الجملة الصح؟ اكيد طبعا هتقول لي احمد يشرب اللبن. طب اللبن يشرب احمد غلط ليه؟ عشان قواعد ترتيب الجملة غلط. يبقى اول معيار عندنا القواعد، تاني معيار المعنى. طب اللبن يشرب احمد، جمله قواعدها صح لكن المعنى بتاعها غلط. تمام كده، اعتقد الفكره عندك وصلت. ممكن تحفظ كلمات كتير جدا وتذاكر قواعد كتير جدا وفي الاخر انت مش فاهم بتكتب ايه، المعنى مش مظبوط. انت بتحط قواعد تمام وحافظ كلمات كتير وكتبت كتير جدا في باراجراف او اتكلمت كتير جدا، وفي الاخر كل كلمه بتقولها بتنقصك مش بتزودك. فهمنا؟ الفكره كلها مش ان انت تحفظ 300 كلمه في اليوم، تحفظ القاموس كله، تذاكر بيت باي بيت وجيم ومش عارف ايه والكلام ده كله. الفكره كلها ازاي تفهم لغه. اعتقد كده الرساله وصلت. حاول تجتهد، حاول تذاكر انجليزي بشكل صح. الفكره مش في حفظ كلمات ولا مذاكره قواعد علشان تقدر تقفل. الفكره كلها ان انت بعد ما تقفل كمان تستفيد ان انت اتعلمت لغه تنفعك بعد كده، سواء في جامعه او سواء بعد التخرج. اشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.